تعرف ان انا بسبب 20 جنيه عملت ريستارت لحياتي كلها وابتديت من الصفر؟ هتقول لي اكيد ال 20 جنيه دي انت فاقعها من امام جامع. امام الجامع ده كان رايح يديها ليتيم، اليتيم ده كان جوه نيته ان هو هياخد الصدقه اللي جايه له دي، هيروح يبدي ناس عن نفسه يقول هم دول حالهم اصعب من حالي عشان تعمل في حياتك كل ده. بس الحقيقه هقول لك الموقف غير كده خالص. حجز كوره طبيعي زي اللي احنا بنرفهه فيه عن نفسينا، الحجز ده جالي فيه رباط صليبي. الرباط الصليبي ده وداني لنقل عظم، نقل العظم ده وداني الشرخ في الركبه، شرخ اللي في الركبه ده خلاني اكتشفت ورم كان هيبقى في رجلي. كل ده بسبب 20 جنيه قعدتني في البيت، وقعدتي في البيت كانت سبب رئيسي ان انا اخسر شغلي، فابقى على الحديده، فما يبقاش قدامي ملجأ غير ربنا، ان انا ارجع له بقى. خلاص مفيش في ايديا اي حيله غير ان انا اقعد مع ربنا كده واقعد اعيط. فخلاص يا رب الدنيا وقفت معايا، انا ماليش غيرك، انا هتذل، انا هتمرمط، انا هشوف ايام سودة، انا ماليش غيرك. وهنا كانت النقطه الفاصله في حياتي، ان انا اتغير عن سكه كانت هتوديني للهلاك، للي الحمد لله بحاول على قد ما اقدر اتقي ربنا. ده معناه الابتلاء اللي هو ربنا بيدخله حياتك عشان تصبر وترضى وترجع له فيديك، يا اما تعترض وتقول ليه فيزيد عليك، وكده كده حالك مش هيتغير غير لما ربنا يريد. طب ايه علاقه اللي انا بقوله لك ده بالاحداث اللي دايره حوالينا؟ اقول لك انت كده مش فاهمان وما عرفتش تلقطها. والله 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 يوم ما هنقف قدام ربنا اللي ما عندهوش ظلم، لا هتتمنى تتبدل الادوار ونكون مكانهم، هتتمنى لو ان انت تسيب النت وتسيب الشهرة وتسيب التمثيل وتسيب العربيات وتسيب الفلوس وتسيب الصحاب وتسيب السعي ورا كل ملذات وشهوات الدنيا المؤقتة وتكون انت مكانهم. انا كل اللي انا عايز اوصله لك هي حاجة واحدة، ان بقدر ما انا حزين عليهم انا لازم احزن على نفسي، وانت لازم تحزن على نفسك تتقهر على صلاة فوتها، فدي اللي هتقعد لك في ميزان سيئاتك وهتتحاسب عليها حساب عسير. تتقهر وتحزن من جواك وتتمنى العمى، ولا انك كنت بصيت نظرة لما هتطلع قدام ربنا يا عالم هيعمل لك ايه في عينك اللي بصت للحرام. تتقهر وتحزن ان ربنا زق واحد في طريقك كان المفروض تجبر بخاطره وانت طنشته. تتقهر ان انت عرفت ست متجوزة وكرهتها في جوزها، فيا عالم حسابك عند ربنا عامل ازاي. تتقهر على كل حرام عملته، قهرتك تكون اكتر من قهرتك على اخواتك وانت شايفهم بيطلعوا للسما وبيطيروا في الجو وانت ما باليد حيلة. لا انت موقفك اصعب من موقفهم. احنا اللي في ايدينا بنعمله في كل صلاة، في كل مكان، في كل وقت وكل اذان بندعي لهم، لان ده اللي في ايدينا. ولو حد في ايده حاجة تانية يعملها وما عملهاش يتحاسب، لكن لو ما فيش في ايدك حاجة فانت في ايدك ان انت ما تبقاش مقصر في نفسك. لما هتعمل ذنب مش هيكون المبرر ان انا كنت حزين على اخواتي، لا ده انا كنت مقهور على نفسي. ارجع بقى واقول لك لما الدنيا دي خلاص تشطب وتبقى بح خلاص في نيته ونقف قدام ربنا، هنقول يا ريتنا كنا مكانهم، بس للاسف هم هيبقوا في الجنة واحنا يا عالم هنبقى جنبهم، تحتهم، فوقيهم، او بعيد قوي عنهم. ليه بقى؟ لان انا قلت لك في الاول خالص ابتلاء دنيوي في رجلك، عدلك دماغك، سيبانك شغلك، حسسك ان انت مالكش غير ربنا، فلازم تلجأ له في الوقت ده. لان انت لو ما لجأتلهوش هتلجأ لمين؟ هتروح لبشر تقول له انا سبت شغلي، انا رجليا مريضه اديني. عطاك يوم، لو الاولاني عطاك في جيبك التاني هيديك على قفاك ويقول لك غور في ده يحلك مني، انت ايه هتاخدني حلوانه في سلوانه؟ ده ابتلاء صغير. ما بالك ناس اتحطت في ابتلاء ان هي ما بينها وما بين ان هي تقابل رب كريم خطوه. ايه حالهم الان؟ الابتلاء ده جاي لهم درس بيقول لهم انجزوا عشان تطلعوا لي نضاف. انتوا دلوقتي اهل صبر، اهل عزه، اهل كرامه، اهل شهداء، اهل مواقف، اهل دين، اهل قيم، اهل مبادئ. تعالوا لي كما ولدتكم امكم عشان مستنيكوا جنات اشبعوا فيها. لكن احنا لسه في الدنيا، احنا لسه واقفين على رجلينا. انا هقوم اتمشى دلوقتي ممكن اقابل واحده جامده قوي ما اقدرش انزل عيني من عليها اتأيدت لي، ممكن اولع سيجاره ضعف اراده، ممكن اروح اشرب كوبايه شاي وانا قاعد بتمزج اجيب في سيره واحد اغتابته، ممكن اروح وانا قاعد في البيت افتح موقع اباحي ضعف نفسي وذنوب خلوات، ممكن ابقى قاعد كده نفسي تهفني ان انا اروح اقعد قعده حلوه يا صاحبي نفسي هفتني على سجاره لفها لي عملت دماغ اتأيدت لي. انا لسه في الدنيا، انا لسه في نفس، لسه في ملاكين هنا اهو
الاتنين ما بيناموش. لكن انا لو مكانهم، انا لو جالي دلوقتي شهوه معروضه عليا بمليار جنيه ما اقدرش. ده انا ما بيني وما بين مقابله ربنا ثانيه، هعمل ايه؟ لا، الله الغني، في جنه مستنياني، روح يا شهوه. انا محطوط في الابتلاء دلوقتي، انا لازم اصبر، ولازم عشان لما اقابل ربنا ما بقاش ضعيف الضعف ده كله. انا في ابتلاء شديد قوي وهقابلك دلوقتي يا رب واضعف. لا، فالحزن، كل الحزن عليا انا وانت مش عليهم. اسمع اللي بقول لك عليه وخليك فهمان. صلح من نفسك جنب حزنك عليهم، ما تخليش كل وقتك حزنك عليهم. لا، لازم نفسك 99% تحزن عليها، والباقي على اي حد في العالم اللي خلقه ربنا ده كله. لان انت لما هتطلع لربنا اول حاجه هتتحاسب عليها هي نفسك. وادعوا لهم وادعوا لابويا الله يرحمه. سلام.